ما هي دايرة معايا من زمان كده يا صاحبي، ما يفسدوا تشيلسي يصلحوا الأهلي، وهي ماشية. الأهلي بعد أداء خلينا نقول باهت قدام المحلة يقدر يستعيد بريقه قدام الإسماعيلي ويرزعوا سكور، وفي كام مكسب من الماتش ده قبل ماتش القمة مع الزمالك يوم السبت. خلينا نقولهم. الهدف الأول جه من ضربة جزاء أهداها اللاعبين لمروان عطية اللي أخيرا بيقدر يسجل أول أهدافه مع النادي، وده بيدل على الروح الحلوة بين اللعيبة في الفريق. تاني مكسب هو استمرار تألق إمام عاشور مع الفريق، وبيقدر يسجل للماتش الرابع على التوالي ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري. وبدأنا نلاحظ في الفترة الأخيرة إنه الحمد لله بيلعب مع زمايله في الفريق ومش بيلعب لنفسه بس. ربنا يهديك يا سيدي. تالت حاجة طبعا جراديشار اللي بيثبت إنه صفقة ناجحة جدا للأهلي، بالرغم من إنه ما سجلش في المباراة الأخيرة وضيع فرصة محققة كان ممكن يتعامل معاها أحسن من كده، بس لحد دلوقتي معدل التهديف عنده كويس في الماتشات اللي لعبها. وغير كده كمان لعيب ممتاز في تحركاته وبيخلق مساحات لزمايله كتير، وأنا بحب النوع ده جدا من المهاجمين اللي لما الكرة تجيله بيعرف يحافظ عليها وما بيخسرهاش وبيسلم صح. احمد رضا، ايه الحلاوه دي؟ لا بجد والله وحشنا الستايل ده من اللعيبه فعلا. لعيب عنده ثقه في انه يلعب باللمسه واحده وبيعرف يضرب الخطوط، قريب من الكره جدا في نص الملعب، وكذا كره قدر يقطعها من غير فاول. بالاضافه ان عنده رؤيه كويسه جدا، وشفنا الكره اللي ودى فيها مروان عطيه من نص الملعب، والكره البينيه الجميله اللي فيها من ريحه ابو تريكه اللي لعبها بطرف عينه لامام وده انفراد، لكن للاسف ضاعت. بصراحه مستغرب شويه ان كولر بدا يدخله في التشكيل على طول على عكس عمر الساعي اللي برضه عنده امكانيات كويسه، بس كولر مصمم يجمده على الدكه وما بيلعبش غير دقايق معدوده من ساعه ما جه. بس عموما كله بيصب في مصلحه الفريق لما يبقى عندك لعيبه بالامكانيات دي في السكواد بتاعك ايا كان من الاساس. بعد رحيل بيرسي تاو اللي كان اصلا بيقعد دكه في اخر فتره ليه، اخيرا عندنا جناح اشول بيلعب بشماله. ما بنشوفهاش كتير ان كولر يثبت لعيب شاب في التشكيله ويعتمد عليه، لكن فعلا عبد الله خامه كويسه ويستاهل. الولد ما شاء الله عليه 20 سنه ولسه صاعد، لكن بيلعب بثقه لعيب بيلعب فريق اول من 7 سنين مثلا. عنده الجرأة انه ياخد الكوره وهو اللي يروح على المدافع ويلعب واحد على واحد، وهو ما شاء الله سريع ومهاري جدا، وكمان فعال في لمسته الاخيره وعمل كرة حلوه بيمينه لجراديشار، الكرة اللي جه منها جون امام. بس طبعا الاهم من كل ده انه يستمر، لان لعيب زي ده بس محتاج ياخد الثقه من المدرب ويفضل في الملعب. بمناسبه بقى جون مروان عطيه وان اللعيبه سابت له ضربه الجزاء، قولوا لي في التعليقات شفتوا الموقف ده فين قبل كده، وبالمناسبه كان مع فريق اوروبي. وقول لي كمان تتوقع كولر يبدا بمين مهاجم في ماتش الزمالك، وسام ولا جراديشار؟ بس يا سيدي ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه. سلام.